نتيح له حقه في المعرفه. نعم. ده واجبنا كلنا وواجبك، وانت استاذ في الصحافه وفي الاعلام وعارف ان حياتنا كلها عشان ورا المعلومه، ورا التحليل، ورا كل حاجه. قول لي اللي جالك ده، انت بتقول انه شلتوا منه حاجات اساسيه. شلنا منه؟ لا، مش في النشر. في الجريده. في الجريده الكلام المنشور اتشال منه يعني 10 15% فيما يتعلق بالامن القومي المصري. حاجات تتعلق بالتاثير على القضاء، وحضرتك عارف ده كويس جدا. طبعا نشر اي حاجه التاثير على القضاء بيبقى صعب جدا اخلاقيا وقانونيا، لان المحاكمه بكره. وما يدل على مكان احتجازه. دول الثلاث معايير اللي انا اشتغلت فيهم، وكنت حريص جدا على ان التزم بيهم، لان ده التزام وطني تجاه مصر، تجاه البلد. اشتغلت الموضوع ده بنفسك لاهميته، ولا سبته يعني؟ بنفسي يا فندم. طبعا بنفسي يعني بنفسي، ويعني قعدت افرغه للصبح بنفسي وان كان بعض الزملاء ساعدوني في المونتاج، لان حضرتك عارف انه خضع لمونتاج عشان نشيل الاجزاء ديت. وزملائي في المونتاج في موقع الوطن انا اثق فيهم ثقه كامله جدا وثقه مطلقه. هل بكره ايه الحاجات الجديده اللي موجوده في الجزء الثاني؟ هو يعني طبعا بيتكلم الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول، بيتكلم عن بيتعجب جدا من انه الجيش المصري استجاب، ودي حاجه جديده جدا. انه بيقول الجيش المصري، هو بيقول بقى ان الجيش المصري بيقول ان هو استجاب للناس اللي خرجت في الشوارع وطلبت بكذا وكذا وكذا وكذا. هو احنا كل ما الناس تطلب حاجه نعملها؟ الراجل بيستنكر ده. يعني بيستنكر على الشعب المصري ان يعبر عن اراداته، وان يستجيب الدوله والسلطه لاراداته. نعم. ما يعرفش ان كل السلطه وكل الدوله بتشتغل عند الشعب المصري. هو مش شايف الحكايه دي اصلا. هو مش شايفها، مستغربها. واحد مستغربها يا استاذ احمد، ان ايه الناس كل ما الناس تقول حاجه نعملها. ايضا بيتكلم عن انه انه هناك في حاجه خطيره جدا. بيقول ازاي ننزل قوات الجيش ودبابات الجيش في الشارع ونعرضها لتصرف من حد مخبول او مهووس ضدها. ده اتهام واضح جدا لانصار، لبعض الاشخاص من انصاره او جماعته، بانهم مخابيل ومهاويس. احنا نفسنا ما قدرناش نقول الكلام ده. يعني هو انت من الذي يتعرض للجيش والشرطه في مصر غير جماعته وانصاره؟ صحيح. فبيقول ازاي نعرضه للمخابيل والمهاويس في الشارع. فهو بيقول كلام بتؤكد عاني من خلل حقيقي في الرؤيه وفي المعرفه وفي الفكر. اتكلم عن رابعه. اتكلم عن رابعه وقال انه 5000 واحد ماتوا في رابعه. طبعا هو بيتبنى نفس الحزب والمزاعم بتاعت جماعته اللي بتقولها جزيره مباشر ومواقع الاخوان. طبعا. وحضرتك عارف ان الارقام الرسميه وغير الرسميه قالت انهم لا يزيدوا عن 250 في مصر كلها، بافراد الشرطه والجيش وكل المدن المصريه في يوم رابعه. يعني بافراد الجيش والشرطه اللي ماتوا، اللي هم اول ناس اتضرب عليهم نار. نعم. وبيقول طبعا بيقول تصريح خطير جدا او كلام خطير جدا. بيقول ان لسه مرحله الاغتيالات ما بداتش، ثم يصمت. قال كده بشكل واضح. ما انا جاي لك اهو. أيوة. ثم يصمت فينظر له المحيطين به بدهشه شديده جدا. فقال لهم يعني اقصد ان انا مش هيغتالوني دلوقتي. الله. تراجع، يعني جابها على نفسه. قالها على نفسه، مع ان الرساله واضحه. وطبعا قال كلام خطير جدا. قال انه ولادكم هيعانوا من الخراب الفتره الجايه. قال ده بالتفصيل في الحلقه دي. وانه مصر هتتعرض لخراب ودمار، وانه كلام كتير جدا. يعني مثلا في كلام مهم ايضا قاله عن فكره المفاوضات اللي تمت بينه وبين الدولة والسلطة والجيش والقوات المسلحة، والنصائح اللي قدمت ليه والانذارات والمحاولة الوفاق الوطني. حد بيسأله بيقول له طيب ما الجيش حاول او قائد الجيش حاول
انه يعمل وفاق وطني وحوار وطني ومصالحه وطنيه. ونصحك كتير، قال انه نصحك كتير انك انت تستجيب لاراده الشعب. فقال لهم يعني افرضوا انه نصحني، انا لقيت ان النصيحه ما سمعتش النصيحه. افرضوا ان وزير الاعلام ولا وزير الاثار نصحني نصيحه وانا لازم اخد بيها، يا اما يعملوا كذا. كلام كله في توتر وتناقض شديد جدا. قال رأيه عن فريق أول السيسي؟ لا، قال عن الجزء ده. هو ما بيقولش الفريق السيسي. بيقول قائد القوات المسلحه. ما بيقولش اسم، يعني ما بيقولش اسم الفريق السيسي. بيقول قائد القوات المسلحه. طبعا هو شايف في تصريحاته ديت ان ده انقلاب، طبعا طبيعي. قال ان ده انقلاب، وان انا معترض على كل اللي بيحصل، وان انا رئيس مصر. كرر كلمه رئيس مصر في التسجيلات ديت حوالي 11 مره، من 9 ل 11 مره. نفس الطريقه بتاعت الشخصيه بتاعته دي، نفس الشرعيه. طبعا. وقعد يتكلم طبعا ويلصق الموضوع باسرائيل، واسرائيل هي اللي بتعمل ده. فالراجل رد عليه اللي قاعد مع واحد من اللي قاعدين معاه، قال له حضرتك قعدت سنه كامله لم تذكر اسرائيل باي سوء. وبالعكس ده انت ضمنت امن اسرائيل باتفاق وقعت عليه ان حماس لا تهاجم اسرائيل، مع ان حماس لها حق المقاومه للاحتلال. نعم. وانك انت بعت الخطاب بتاع الصديق الوافي وغيره والكلام ده وكده. فصمت، بص كده من تحت النضاره وصمت. فلما بيتواجه بحاجه حقيقيه بيصمت. اتكلم عن خيرت الشاطر؟ لا خالص. ولا خالص. اردوغان او ولا قطر؟ ولا اردوغان ولا بديع ولا اي حد، ولكنه كان بيتكلم عن ان قيادات الاخوان جوه السجون. يعني معلومه عادي، بيسال على فلان دخل السجن. فهو بيتناقض مع نفسه ايضا تناقض خطير جدا. انه بيقول انه انا ما بتصلنيش اخبار، ثم في وضع اخر بيقول انا قريت في الجورنال الصبح. طب ازاي ما بتصلكش اخبار وانت قريت في الجورنال الصبح؟ ما هو عنده تلفزيون بيشوفه والجرايد بتروح له. وتلفزيونه بيشوف جزيره مباشر، لانه بيذكر نفس الارقام اللي بتقولها جزيره مباشر عن اللي قتلوا او ماتوا في رابعه. 5000 ومش 5000. انت عارف انهم بيعلموها لاولادهم دلوقتي، يقولوا لهم هم 5000. ما هم 5000 ازاي؟ فين جثثهم؟ فين شهادات الوفاه؟ ماتوا فين؟ ماتوا امتى؟ ما حدش فيهم بيقول خالص. يعني لانه موجود، انت عارف يعني. نعم. هل كم حلقه ثانيه؟ في حلقه ثانيه بعد؟ لا، هو اخرها بكره. اخرها بكره الاثنين. الحلقه الثانيه انا يوم الثلاث هكتب تحليل ال 48 دقيقه اللي انا شفتهم كاملين، وشفتهم مره لغايه دلوقتي يا استاذ احمد. التسجيلات دي من امتى؟ يعني بدات امتى تقريبا؟ بدات هي على جلستين او ثلاثه، يعني في حته صغيره من جلسه، وفي جلسه ثانيه، وفي جلسه ثالثه. اخرهم مثلا من 15 يوم او 10 ايام. لا، قصه المحاكمه بكره هيعمل ايه في المحاكمه؟ لا، هو قال بس انا ساترافع عن نفسي، وان انا ارى ان اجراءات المحاكمه باطله لانني رئيس الجمهوريه، وان محاكمه رئيس الجمهوريه يجب ان تتم باجراءات مختلفه. فترد عليه قالوا انت لم تعد رئيسا للجمهوريه، ومبارك حكم بنفس الاجراءات. قال لهم لا، انا زلت رئيس الجمهوريه لغايه دلوقتي، وانا الشرعيه، وساترافع عن نفسي وارفض ان يقف محامي يترافع عني في المحكمه. هل استاذ مجدي لو تقدر حضرتك تقول لي من خلال لما سمعته وشفته، توصف لنا صوته في قلق، باين عليه الخوف، باين